السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة منوعة كنوز. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الرايب سائلي مولفة تنقادو لوليداتي وتعجبهم، وقلت علاش لا غادي نحضروا معكم ان شاء الله باذن الله. بسم الله. غادي ندوز المقادير وطريقة التحضير. عندي واحد الياغورت بنكهة ديال الفاني، وعندي 2 ساشيات ديال الفاني، وعندي واحد معلقة سنيدة، وعندي اطرو ديال الحليب. غادي نجيب كاسرونه وغادي نضيف عليها غادي نضيف نص لتر ديال الحليب، وغنديه فوق البوطه حتى تيغلى ليا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله من بعد باش نكمل معكم الوصفه. بعد ما غلى ليا الحليب ديالي غادي نجيب الخلاط، وغادي نضيف عليه نصف اطرو ديال الحليب، وغادي نضيف الياغورت والفاني والسنيده. غادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى يتخلطوا لينا مزيان، وغادي نضيف هاد الخليط هذا في الكاسرونه في الحليب الاخر اللي كان سخون، نخلطو مزيان، وغادي نضيفو في واحد القرعه، وغادي نسد عليه، وغادي نلويه هكا في واحد نلويه في واحد الفوطه ولا زيف ولا المهم، وندير البلاصه تكون شويه سخونه صافي، ونخليوه حتى تيتقاد لينا، ونديروه في الثلاجه حتى تيبرد، وغادي نقدموه لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. وها هو الرايب ديالي وجد ليا بعد ما برد
ودابا غادي نخويه لكم هكا في الكويسات. صراحه تيجي بنين وزوين الصراحه، او روعه 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 صراحه. غزال. وتنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. وتنقول لكم بالصحه والراحه ومع السلامه.